أنتم هنا الأكراد موجودون في مدينة بوخم، تستنكرون الآن الأحداث التي حصلت في شيخ مقصود. ما هو رسالتكم للحكومة السورية الآن؟ رسالتنا أن تكف عن ممارسة ذات الأخطاء وذات الحماقات كما فعلت قبلا في الساحل وفي السويداء، تحاول أن تتغابى أمام الرأي العام وتقول بالنهاية أننا وقعنا في فخ آخر هو فخ شيخ مقصود والأشرفية. وبإصرارها على هذه العقلية بأنها سوف تستمر في الوقوع بالأخطاء، وبالتالي ستعاد العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا مرة أخرى. وهذه الحكومة بهذه الأفعال وهذه التصرفات وبهذه العقلية الانغلاقية لن تدوم، وبالتالي فإن خيار عودة الديمقراطيين والمؤمنين بالديمقراطية أمر لا بد منه لضمان سوريا جديدة، سوريا ديمقراطية لا مركزية. إن الإصرار على هذه العقلية والاستقواء بالتدخل التركي وهذا الزخم المخزي من قبل وكالات الإعلام العربية ومحاولة تغطيتها وتسترها على جرائم هذه الحكومة الجهادية هو بمثابة تدمير ما تبقى من سوريا. لهذا فرسالتي ليست للحكومة وإنما للأصوات التي لا تزال مؤمنة بإمكانية التعايش بيننا كسوريين على أن تتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وأن الاستقواء بالخارج على حساب الداخل لن يفيد، وإنما سيزيد من تعقيد الأزمة السورية ودخول سوريا لمتاهة أخرى، وتصل الأمور إلى درجة لا يحمد عقباها، وهذا ما لا نأمله.